السلام عليكم ورحمة الله أحلى متتبعات. عواشركم مبروكة، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هاد لا فيديو في صحة جيدة. لكنتو أول مرة كتزوروني ما تنسونيش بلي لايك وبالاشتراك، فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم سلو أو السفوف المغربي بطريقة صحية 100% بدون سكر وبدون دقيق أبيض وبدون زيت مائدة. كيجي معلك رائع، كيستحق تجربه، ما غيبقاش يخطاكم في رمضان. تبعوا معايا الطريقه والمقادير بالتفصيل باش ينجح معكم ان شاء الله. فبالنسبه للمقادير، اول حاجه هنا غادي نحتاج كيلو ديال الزنجلان البلدي من بعد ما غسلته ونشفته مزيان، هو اللي كياخذ معنا الوقت. ومن بعد نقيناه وحمرناه غير في الكوكوط حتى كيبدا يطرطق وكياخذ لينا لون ذهبي. حاولوا انكم ما تحرقوش، فانا كنحمر غير في الكوكوط. عندي كذلك واحد الكميه، هنا عندي رابعه ديال الإلان حتى هي من بعد ما حمرناها كذلك في الكوكوط وطحناها. عندي كذلك نص كيلو من اللوز من بعد ما كنسلقوه وكنقشروه وكنقليوه كذلك وكياخذ لنا لون ذهبي. هنا عندي مهرمش كيف ما كتشوفوا معايا. هادو القشور ديال واحد معلقه من القشور ديال هذاك اللوز اللي قشرناه كذلك كنحمروهم في الكوكوط وكنطحنوهم. عندي كذلك كميه رابعه من اللوز اللي كنخليوه هكاك صاين، غير كنحمروه كياخذ لون ذهبي ومن بعد كنطحنوه بقشوره. وعندي كذلك رابعه من الكاوكاو حتى هو اللي كيكون بدون قشر، كنحيدوا له القشور ديالو وكنقليوه كذلك في الزيت وكياخذ لنا لون ذهبي. وعندي كذلك رابعه من القرقاع، فانا حاولت ندير شويه شويه من كل حاجه باش كومسا يجيني مقوم. رابعه من القرقاع من بعد ما حتى هو كذلك غير سخناه في الكوكوط، ماشي حمرناه، غير كيسخن باش يطلق الزويته ديالو وكنهرمشوه. دونك هادو بالنسبه للمقادير الاولى. باش غادي نحليو السلو ديالنا، هنا عندي كميه من الخروب كذلك من بعد ما مسحناه جيدا وطحناه. وعندي كذلك كميه من الدقيق ديال النبق كذلك كنغسل كنمسحوه بلوتو جيدا وكنحاولوا اننا نطحنوه حتى كيولي لينا فحال الدقيق. بالنسبه للكميه كيف ما شفتوا معايا كندير قد القوام قد الدقيق اللي غادي نستعمل. هنا عندي كيلو ديال دقيق الشعير من بعد ما حمرناه كذلك في الكوكوط وخدا لينا لون ذهبي. ما غاديش نستعمل الدقيق الابيض بتاتا، يمكن لكم تعوضوه بالدقيق القمح الكامل. عندي واحد 2 معالق كبار ديال القرفه مطحونه. عندي 3 المعالق كبار ديال النافع البلدي كذلك من بعد ما غير سخناه في الكوكوط حتى يعطي الريحه ديالو. حاولوا انكم ما تحمروش حيت دغيا كيتحرق. وعندي 3 المعالق من زريعه البسباس كذلك كتعطي مذاق رائع. وعندي كذلك 3 المعالق من حبه حلاوه، كلهم غادي نسخنوهم في الكوكوط ونطحنوهم، ناخذ منهم 3 المعالق من كل حاجه. عندي كذلك الكوزه الصحراويه للتنسيم كتبقى على حسب الاختيار، وكوزه وحده عاديه كنحكوها، يمكن لكم ما تضيفوهاش، كتبقى على حسب الاختيار ديال كل واحد. كناخذوا كذلك واحد رابعه من الزنجله اللي كيبقى صاين هكا كيجي مهرمش في وسط الصفوف كيعطي منظر رائع حتى هو كذلك. من بعد ما تحمروا كلشي كنخليوه. هذا اللوز اللي بقى ليا للتزيين. بالنسبه للتخلاط حنا هادشي كله راه حنايا طحناه حتى تعلق وغيطلق الزويته ديالو. مي غادي نحتاج واحد كاس العنبه ديال زيت الزيتون، وغادي نحتاج الزبده من بعد ما ذوبناها كتولي فحال بوغ دو نوازيت. ضروري تخليوها حتى تنشف ليكم من داك الماء ديالها اولا من الحليب ديالها وطلع ديك الكشكوشه عاد تخدموا بها باش كومسا ما يغملش لكم سلو ديالكم، ضروري تنشف. هنا اول حاجه غنبدا بها غادي ناخذ واحد الكميه من المسكه الحره كذلك غادي ندقوها مع شويه الملحه كيف ما كتشوفوا معايا، هي كتبقى على حسب الاختيار، كتعطي واحد النسمه زوينه في السليلو ديالكم. كيف ما شفتوا معايا فانا راني ضفتها مع هذيك الكوزه الصحراويه والكوزه العاديه من بعد ما حكيتها. كناخذ واحد القصريه، ها المقادير ديالي كامله كنجمعهم فيها على حسب قلت لكم الطحين اللي عندكم اولا الدقيق اللي غتستعملوا على حسب القوام. فانا كندير مثلا كيلو ديال الزنجلان مع كيلو ديال الدقيق مع كيلو ديال اللوز، غير انا درت نص كيلو اللوز مع ربعه كاوكاو مع ربعه ديال الكركاع، يعني كومسا كيجي فحال القوام كله في الطوطال هو كيلو. كيف ما شفتوا معايا انا ضفت الكميه ديال الخروب اللي غنحلي بها والكميه ديال النبق، فراهم صحيين جدا وامنين سورتو في رمضان المعده ديالنا. حاولوا انكم تعوضوهم بلاصه ديال السكر كيجي حسن. وكنضيفوا كذلك المنسمات اللي هما حبه حلاوه والنافع وزريعه البسباس حتى هي كتعطي مذاق رائع. كنضيفوا المقادير ديالنا كاملين. حاولوا انكم كيف ما شفتوا معايا ما بغيتش نخدم بانيو قدام الكاميرا، مي راه هادشي كله غيخصو يتخدم في بانيو باش يتعلقوا مع بعضياتهم وينسى
كينسجموا مع بعضياتهم. كيف ما شفتوا معايا فبالنسبه للقصريه ما غاديش تكفيني باش انني نخلط المقادير ديالي، غير كنقدم هاد الشيء قدامكم باش تشوفوه. من بعد فراه غادي نقلب كلشي عندي في البانيو وغادي نحاول نخدمهم جيدا حتى يطلقوا الزويته ديالهم. وكل ما حسيت بان خاصني شويه ديال الزيت عاد غادي نبدا نضيف ديك زيت الزيتون وديك الزبده اللي ذوبت. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نبقى نعجن شويه بشويه وكنضيف. كذلك غادي نبقى نذوق، الا كان خاصني شويه من المنسمات كنبقى نضيفهم على حسب الذوق. كيف ما شفتوا معايا فانا راه قلبت كلشي عندي في بانيو وعجنت كلشي مزيان وعطيته الدليك كياخذ حقه في الدليك جيدا باش كومسا تطلقوا كاع دوك الزيوت اللي كاينين في الزنجلان واللي كاينين في اللوز واللي كاينين في الكاوكاو حتى كينسجموا مع بعضياتهم. ضفت الكاس ديال زيت الزيتون وضفت القليل من الزبده الحيوانيه، خصها تكون حيوانيه 100%، ما تاخذوش المارغرين فراها ماشي صحيه بتاتا. وما ضفتش ديك الجبانيه كامله، بقيت كنضيف غير شويه بشويه صافي حتى حصلت على قوام اللي كيجي هكا معلك وخليته حتى ارتاح. من بعد عاد قدمته معكم في هاد لاسيت هذا، فراه كيجي معلك ولون بني رائع كيستحق تجربه وصحي امن 100%، ما غاديش يضركم بتاتا في رمضان. محلى بمكونات طبيعيه كيستحق تجربه. حاولوا انكم تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير. كانت هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم. الا عجبتكم ما تنساونيش بلي لايك وبالاشتراك، فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد ديال الوصفات. دونك هكا كنقدموه في الصحن ديال التقديم، زيناه بشويه ديال اللوز اللي خليناه للتزيين. كيف ما كتشوفوا معايا القوام راه كيبان لكم من الداخل كاينه ديك التهرميشه ديال اللوز وديال الكركاع، فراه كيستحق التجربه. شكرا لكم بزاف على المشاهده وعلى التشجيع. الى اللقاء ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. عواشركم مبروكه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.